السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عملنا مع بعض كحك العيد المصري بالأشكال الجميلة اللي انتم شايفينها بأسهل طريقة ومقادير بسيطة جدا. كحك العيد بتاع زمان. نصلي كده الأول على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمي الله كده. المقادير معانا النهاردة على كيلو من الدقيق. كيلو الدقيق بياخد نص كيلو من السمنة، أي نوع سمنة تفضليه بس ياريت تكون سمنة حلوة. أنا شغالة بسمنة فلاحي. حطيت كده السمنة على النار علشان تسخن معايا. احنا قلنا عايزينه كحك العيد بتاع زمان. زمان كانوا بيعملوه بالسمنة تكون مقدوحة أو سخنة يعني، علشان خاطر يحمصوا الدقيق فيكون في ريحة للكحك من غير ما يتخبز ولا حاجة، يكون في ريحة كحك كده جايبة آخر الشارع. فاحنا هنعمله زي بتاع امهاتنا زمان بنفس الطريقة. هيطلع معاكي كحك جميل جدا. حطينا السمنة على النار ومعايا هنا السائل اللي احنا هنعجن بيه. كيلو دقيق واخد كوباية من السائل، نص كوباية من اللبن اللي هو الحليب، ونص كوباية من المية. دي الكوباية موجودة عندنا كلنا. طيب مش موجودة عندي الكوباية دي، دي نفس مقدار الكوباية المعيارية. يبقى الكوباية معايا المعيارية هناخد نصها من الحليب ونصها من المية. طيب أنا معرفش كيلو دقيق ممكن ياخد معايا قد ايه من المية، بتنزليها واحدة واحدة. ممكن تحطي الخميرة على نص كوباية اللبن اللي هو الحليب، والمية بتنزليها واحدة واحدة. بس هو كيلو الدقيق بياخد من كوباية إلا ربع لكوباية من المية، ما بياخدش أكتر من كوباية وما بياخدش أقل من كوباية إلا ربع، على حسب الدقيق اللي عندك. حطينا هنا في حاجة كبيرة شوية، حطينا معلقة صغيرة من السكر، وحطينا الخميرة في المية تكون دافية. المية والحليب دافيين عشان الخميرة تتفاعل معايا هنا معلقة كبيرة من البيكنج باودر. الاتنين دول انا هسيبهم على جنب، مش هحطهم خالص على الدقيق عشان معايا السمنة سخنة. لو حطيناهم والسمنة سخنة هتموت لي الخميرة والبيكنج باودر ومش هيتفاعلوا معاهم. طب انا عايزة اشتغل بسمنة باردة، عادي حطي بقى الخميرة والبيكنج باودر بتاعك، مفيش اي مشكلة. خلاص. معايا هنا كده كيلو من الدقيق. الدقيق دوت سايب من عند العطار او مستلزمات الحلويات، بتقولي له انا عايزه اعمل بيه الكحك. خلاص. عايزه نوع معين اشتري، بس ده للامانه دقيق سايب. الدقيق لازم تنخليه، هتعملي بيه حلويات، هتعملي بيه كيك، هتعملي بيه بيتزا، هتعملي بيه عيش، لازم يتنخل. خلاص. احنا كده نخلناه وحطيناه كده في البولة علشان نشتغل بيه. السمنة تكون مقدوحة، تكون البولة يا اما استانلس يا اما تكون ازاز. خلاص. انا هشتغل في العجان لان انا عملت حاجات كتير في نفس اليوم، فالعجان بيسهل عليا الوقت، بس سهل جدا ان انت تشتغلي بيه على ايدك. حطينا كده كيلو الدقيق اللي احنا نخلينه، وحطينا معاه 4 معالق كبار من السمسم الأحمر. سمسم أحمر حطينا 4 معالق كبار. المعلقة تكون هرمية كده مليانة، ومعلقة كبيرة من ريحة الكحك البودر. العلبة اللي احنا شايفينها دي معلقة أنا عايرتها كويس جدا، بس هما بيكونوا كابسينها. هو العطار قال لي معلقة، بس أنا طبعا حبيت اللي أنا أعايرها تاني علشان أعرف هي قد إيه. فمعلقة هرمية، وذرة من الملح، رشة بسيطة كده بين صوابعك، اوعي تكتري علشان ما يطلعش معاكي حادق. ومعلقتين كبار من السكر البودر. السكر البودر يخلي لي طعم الكحكاية كده مسكر. ومعايا هنا دي كده ريحة من عند العطار، ريحة السمنة الفلاحي. أنا عاملاها بسمنة فلاحي بس دي ريحة هتعزز لي الريحة أكتر. ومعايا كده علبة كمان إزازة من ريحة الموز. انا والدتي بتعمله بنفس الطريقه دي، وبيطلع الريحه يعني قبل ما يتخبز. اول ما هنحط دلوقتي السمنه واحنا بنعجن، الريحه بتبقى جايبه لاخر الشارع، الناس بتبقى عارفه ان انتي بتعملي كحك. خلاص. ممكن في المرحله دي كمان تحطي معلقتين كبار من اللبن البودر، بس انا اخر معلقتين حطيتهم للغريبه، فخلص عندي اللبن. لو عندك كمان بتحطي معلقتين من اللبن البودر بيديكي كمان طعم احلى، بيعزز لك الطعم. بنبتدي كده اللي احنا نقلب المواد الجافة كلها مع بعض، وهنشتغل كده في العجان. خلاص. هنشتغل بأني سلاح؟ هنشتغل بالسلاح اللي هو الكف. خلاص. احنا قلبناهم كده كلهم مع بعض زي ما قلتلك،
هنشتغل بالسمنة مقدوحة، يبقى الطبق يكون ستانلس أو إزاز. طيب لو أنا هشتغل على إيدي، هنقلب السمنة بالمعلقة الخشب، هنقلب بالمعلقة الخشب لحد ما تبرد معايا، وبعد كده نشتغل بقى بإيدينا. دلوقتي كده ادي السمنة، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كده بقى بنحمص، بتديلي تحميصة للدقيق كده. الدقيق معايا اتحمص، طلع له ريحة، وهنبتدي اللي احنا نحطه في العجان دلوقتي كده على طول. في المرحلة دي لو انت هتشتغلي على ايدك هنقلب بمعلقة خشب، مش بمعلقة ستانلس خالص، لان طبعا هتوصل لك الحرارة، فبالراحة جدا في حاجة زي كده. وما ينفعش نشتغل في طبق بلاستيك، لو حطينا عليه السمنة سخنة كده الطبق لا قدر الله هيسيح معايا. ناخد بالنا من الحاجات الرفيعة دي. هنا كده هنركب الكف بالطريقة دي، وهنبتدي اللي احنا نبسس العجينة، ما بنعجنش. يعني ايه نبسسها؟ يعني نفركها كده بين ايدينا. الاول بنقلبها بالمعلقة الخشب لحد ما تبرد معايا، وبعد كده بشتغل بقى بايدي ابسسها. نفضل نفرك كده بين ايدينا بين الكفين لحد ما هتحسي ان هي اتعجنت، وتحسي ان هي مش محتاجة مية، بس لازم طبعا المية علشان خاطر تلم معايا العجينة. احنا ما بنعجنش الكحك علشان ما ينشفش، دي الحاجة اللي كانت بتخليه ينشف، اللي احنا بنعجنه لحد ما يطلع معانا عرق، وتقعدي تلتي بقى وتعجني بقى لا، ده انت بتبسسيه بالراحة جدا. طيب بقعد ابسسه على ايدي قد ايه؟ نص ساعة. بتريحي شوية وتبسسي شوية. طب في العجان بيقعد معايا ربع ساعة. طيب هشغل العجان ربع ساعة؟ لا طبعا، بنريحه شوية وشوية. أي أجهزة من الأجهزة الكهربائية بنيجي نشتغل بيها بقى، خلاط، عجان، مضرب بيت، أي حاجة، كبة، أي حاجة، لازم تريحيها واحدة واحدة. اشتغلي بيها بالراحة، ما تحطيش فيها كمية كتير، واحدة واحدة عليها، علشان تحافظي على الأجهزة الكهربائية بتاعتك أطول مدة ممكنة. خدي بالك من النقطة دي. طبعا كلنا احنا عارفين الكلام ده. انا بكلم البنات الصغيرة اللي جاية تساعد مامتها او اللي لسه عروسة جديدة، خلي بالك من الاجهزة بتاعتك. بمنديل مبلل كده، وايدك على طول فيها تمسحيها، بلاش منديل، فوطة. اعصريها كويس جدا بالليها، واعصريها كويس قوي، يبقى مندية يعني مندية. امسكي كده الجهاز بتاعك، امسحيه ونشفيه بفوطة تانية كده نظيفة، وابتدي ان انت حافظي عليه. ويا ريت لو تشيلي كل حاجة في علبتها. يعني انا واحده من الناس بحب احط كل حاجه في العلبه بتاعتها واشيلها. خلاص. بتحافظي كده على الجهاز بتاعك علشان لا قدر الله يعني احنا عايزينه يعيش اطول مده طبعا. يعني سيبك من الاسعار دلوقتي، اللي بيجيب حاجه يحافظ عليها كويس قوي. فخلي بالكم من النقطة دي، لازم تريحي واحدة واحدة. يعني أنا كنت بشغله 3 4 دقايق 5 دقايق، واريحه كده دقيقة، واشغله تاني لمدة ربع ساعة. طيب نرجع تاني كده، نشوف بقى هنعمل ايه كمان. دلوقتي الكيلو من الدقيق بياخد معايا ربع كيلو من الملبن وربع كيلو من العجوة. طب الملبن بحطه بالدقيق اللي بيكون حواليه، وبننزل كده معلقة كبيرة من السمسم، وحطي بقى المكسرات اللي موجودة عندك، سوداني، عين جمل، بندق. احنا حاطين بندق وعين جمل. عايزة تخليهم مصححين ماشي، عايزة تديهم كده يبقوا مجروشين، اللي هي يعني طحنة بسيطة، اللي انت عايزاه. بنبتدي بقى اللي احنا نعجنهم بقى مع بعض. طيب بيلزق في ايدي، مش عايز يلم، عادي، هتاخدي معلقة من الدقيق وهتحطيها وتعجنيه كويس جدا. وبعد كده هتسيبيه في التلاجة شوية يمسك من درجة حرارة ايدك، هيسيح، فهيمسك في التلاجة. وبعد كده هنطلعه وهنعمله كور. ولو بيلزق برضو بمساعدة الدقيق هيفك معاكي وهيتعمل معاكي كده كور، عشان لما نيجي نحشي ما نقعدش بقى وقت ونطلع ونعمل. انا دلوقتي كده هنزل كوباية السائل اللي هي نص كوباية من اللبن ونص كوباية من المية، وانزل بقى كل الخميرة اللي موجودة في الطبق. انتي خايفة من المية، حطي واحدة واحدة، وابتدي شغلي العجان او ابتدي عجيني على ايدك. اول ما تلاقيه مش محتاج مية خلاص. وزي ما قلتلك بياخد من كوباية الا ربع لكوباية. هنا كده بقى هنبتدي اللي احنا نديله لفة واحدة. هنحط البيكنج باودر، وحطينا الريحة، وعطينا له لفتين كده، ما بنعجنش، لفتين. اول ما لمت معايا انتهى خلاص. يعني لو هتعملي بايدك لفتين، اول ما تلم معاكي خلاص. دلوقتي انا غطيتها بكيس. طب ما غطيناهاش ليه بفوطة؟
علشان الفوطة هتشرب مني السمنة اللي موجودة في العجين. اي حاجة فيها عجين كده غطيها كيس من التلاجة، افتحيه وحطيه عليها وهنسيبها. طب هسيبها قد ايه؟ هتسيبيها من نص ساعة لساعة لحد ما تخمر. احنا سيبناها قد ايه؟ نص ساعة بس. طب معايا العجوة، ربع كيلو من العجوة، حطينا عليها قد ايه؟ معلقة كبيرة من السمسم، وبرضه هنحط عليها المكسرات اللي احنا عايزينها. طب انا عايزة احط سمسم اكتر، حطي. عايزة تحطي سمسم اقل، حطي. العجوة هنحط لها مكعب من الزبدة، والملبن برضو حطي له مكعب من الزبدة، او ممكن تحطي معلقة من السمنة. يبقى الملبن والعجوة هتحط لهم معلقة من السمنة او معلقة من الزبدة اللي هو المكعب، وعجناها بنفس الطريقة. العجوة ما بنحطهاش في التلاجة، الملبن بس اللي حطيناه. لكن العجوة لو اتحطت في التلاجة هتحجر معاكي ومش هتتشكل، وهتطلع معاكي ناشفة في الكحكاية. خلاص، احنا كده متهيألي قلنا على كل الحاجة اللي هي الأسرار بتاعت أو التكات بتاعت الكحك اللي بيخلي العجوة تشد معاكي، اللي انت بتحطيها في التلاجة. وكمان ما بتحطلهاش معلقة السمنة أو قالب الزبدة. نفس النظام للملبن، ما بتحطلهوش معلقة السمنة، لازم يتحطله معلقة السمنة. هنا العجينة بتاعتي خمرت خلاص، جميلة جدا. كل حاجة كده بتغطيها بكيس علشان تحافظي عليها من الأتربة أو أي حاجة. وهنبتدي بقى اللي احنا نشكل. طب أنا عايزة كل الكحك بتاعي يكون نفس المقاس، اعملي لنفسك مقاس مفيش مشكلة. هنا كده عملناها كده بالمعلقة، خلاص ده كده المقاس بتاعي لو اللي أنا حباه. براحتك، هتعملي بقى كحكاية كبيرة كحكاية صغيرة، براحتك خالص. انا عملت كيلو الكحك ده، نقدر نقول ايه كبير شوية، وعملت كيلو تاني عملته كده صغنن كده، يعني الوحدية كده على قد البق. تقدري تشكلي زي ما انت عايزة. الصواني او الصاجات اللي انت تشتغلي فيها اي نوع ايا كان ما بيدهنش. خلاص ما بتدهنيش، لانك انت مليانة، الحاجات دي بتبقى مليانة سمنة. خلاص ما بتحطيش سمنة خالص، ما بتدهنيش. هنبتدي بقى اللي احنا نشكل. طب انا عايزة احشيه ازاي؟ احنا قلنا خلاص عملنا مقاس لنفسنا، وهنبتدي اللي احنا ناخدها كده بين ايدينا، نريحها كده على ايدينا، يعني نعجنها عجنتين كده في ايدينا، وبعد كده نعملها زي الكوبيبة. تعملي لها فتحة كده، وتبتدي اللي انت تحشيها وتقفليها، وهنبتدي اللي احنا نرصها. ومعايا بقى هنا كده البسطرمة دي، ده اختراع هايل جدا بصراحة. لو عندك 10 كيلو من الكحك هتخلصهولك هوا بسرعة كده. بنبتدي ان احنا نضغط ضغطة بسيطة، خلاص انتهى معايا. عشان اعرف افرق بين اللي بالملبن واللي بالعجوة، اللي بالملبن كده هبتدي ان انا انقشه. طيب بالمنقاش كده حاجات بسيطة كده بيطلع معاكي الشكل مية مية. طب نيجي بقى للتسوية. الفرن شغال على درجة حرارة 180، سخن جدا. هنبتدي اللي احنا ندخل على الرف اللي في النص، نحط الشبكة كده على الرف اللي في النص، وندخل الصينية بتاعة الكحك. تقعد قد ايه؟ تقعد من 15 ل20 دقيقة في الفرن. طب ظابطة المنبه كده وواقفة جنبها، بشوف بعد 15 دقيقة أبص عليها أخدت اللون من تحت، أفتح بقى الشواية. خدنا الكلام ده كله ورحنا قعدنا بقى على الطبلية، قعدنا نعمل الأشكال الجميلة دي. احنا كنا قاعدين بنعلي على بعض، واحد يعمل شكل التانية بقى تعمل شكل أحلى، وهكذا. يعني كل واحد عايز يطلع شكل أحلى من التاني. لازم نعمل الحاجات دي مع أولادنا علشان يبقى في ذكرى حلوة كده للأولاد. هي المشكلة مش في حتة إن احنا نشتري الكحك أرخص، لأ نعمله في البيت أرخص، لأ من بره أغلى. والله هو طبعا في البيت أرخص وأوفر، الكمية كتير. بره لما بتيجي تشتري بتبقى العلبة كده فيها كام واحدة، واكترها وزنها كلها والله سكر. خلاص وزنها لك بالعلبة وبالسكر. فانت لما تيجي تعملي في البيت اوفر بكتير، الطعم احلى. في ريحة بقى رمضان، احنا عايزين في البيت علشان نعمل ذكريات حلوة لأولادنا، زي ما احنا كده عندنا ذكريات من جدتنا من مامتنا فلازم يكون في ذكريات. الأولاد دي لازم يكون عندهم ذكريات للعيد. الحاجات دي هي دي فرحة العيد. يعني انا لما اشتري علبة كحك حاجة عادية، فرحانين ما اعرفش ايه، لكن لما بتعمليه بقى في البيت، العمايل، الطريقة، ريحة الكحك، مساعدتهم. خلي بقى كده مثلا حد قاعد بينقش، حد قاعد بيقطع، حد قاعد يعمل العجوة، وهكذا، علشان يبقى عندهم ذكريات حلوة يفتكروها. علشان خاطر يبقى في فرحة للعيد وفرحة لرمضان. لازم الحاجات دي نعملها للأولاد. نيجي التسوية احنا ولعنا الشواية حسب ما انتي ما عايزة. في ناس يحبوا ان هو يبقى فاتح، وفي ناس يقولك لا ده كده ايه ابيض ومقيح، خليه ياخد ايه خليه ياخد لون كمان. ده التسوية زي ما انتي عايزة.
بنسيبه يبرد وبعد كده بنعبيه في العلبة، بنحط من تحت كيس وبنحطه وبنغطيه، وبألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام.